اتكلمنا جد كتير جدا، اتكلمنا سياسه كتير جدا. دلوقتي بقى النهارده الجمعه وويك اند، يعني بغض النظر عن دايما بيبقى تكون جمعه ساخنه وكده، لكن ممكن ناخد بريك في النص. البريك النهارده هيكون مع المهارات اليدويه. طبعا اي حد هيشوف الحاجات اللي قدامنا على الترابيزه دي هيحس ان احنا بنتكلم فقره للاطفال او كده خالص. على فكره النهارده محمود رضوان خبير مهارات اليدويه هيقول لنا ايه هي اهميه المهارات اليدويه، وايه لما احنا بنتكلم مثلا ونقول المهارات البشريه مثلا وتنميه المهارات البشريه ومهتمين بيها قوي كشباب. طيب المهارات اليدويه يعني ايه؟ هل هي مجرد العاب؟ هل هي مجرد حاجات كنا بنعملها واحنا صغيرين، ولا الموضوع اكبر من كده واهم من كده؟ برحب بمحمود، صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ الحمد لله تمام؟ بخير، تمام كويس. فعلا ايه هي اهميه المهارات اليدويه؟ يعني ايه اصلا مهارات يدويه؟ تمام، هو الموضوع بسيط قوي. احنا كل خليه في جسمنا مرتبطه بالمخ، فبسيط قوي الموضوع ان انت بمجرد ما نميت كل حاجه في جسمك، المخ بطريقه غير مباشره بينمو وبيبقى بيتصرف بطريقه كويسه. تمام. فانا بحاول ان انا ارتب افكار المخ عن طريق ان انا بخلي الايد تفكر مع المخ في نفس الوقت. بشكل ابسط قوي ان انا مثلا بخلي المشاكل بتاعت الانسان يحللها لمشاكل بسيطه قوي، فتبقى بالنسبه له حلها سهل. بمعنى يعني فرضنا ان احنا عندنا مشكله كبيره، فانت حطيت قدامك حلين بس، فببساطه هتعرف تحلها. لكن لو فضلت تحط كذا حل ليها هتلاقي مشكله تشعبت، لان انت غصب عنك كل ما بيجي لك حل المشكله بتفرعها لخمس ست حلول، فبشكل الحلول بتزيد، فالمشكله بتفلت منك خالص. طيب انا اللي عارفه ان انت حاليا دلوقتي انت عندك 22 سنه، سنك صغير جدا، ومع هذا تبتدي دلوقتي كورسز بتدرب ناس كبار. يعني انت موضوع مش بس اطفال ومدارس وحضانات وكده، لا انت النهارده بتدي كورسز لناس في شركات مالتي ناشونال والكلام ده كله. بتديهم كورسز عن ايه؟ بتعمل معاهم ايه؟ تمام. بص، هو الموضوع ببساطه ان انا بحاول ان انا اخرج الاول الشخص من المود بتاع اللي هو الشغل والتوتر والكلام ده كله. بلس انت عارف، انت مجرد انك تمسك البليدو في ايدك وتبططه، اللي احنا صغيرين كنا نفرده ونحسس نفسنا ان احنا بنطلع الطاقه الباور اللي عندنا الجامد قوي ده في البليدو، فده بالنسبه لنا كان بيهدينا. فاي حد في الشغل انت عارف بيبقى فيه توتر قوي جدا، فبيعمل ريلاكسيشن بقى ليه كده بمجرد انه يمسك البليدو. فده بالنسبه لي بيبقى شيء حافز ان هو يعمل كده. بلس ان انا كمان زي ما قلت لك ان انا بحاول ان انا احلل الاشكال كلها لكوره وسلندر، فبحاول ان انا اخلي المشكله بسيطه. يعني ايه كوره وسلندر؟ مش فاهم. جميل، يعني اي شكل من الاشكال المعموله دي، ده كل ده صلصال معمول من شكلين هندسي. دول بلاستيسين. الصلصال موجود في اي حته. في اي حته. بس المشكله ان انا بحلل كل الاشكال، اي شكل لكوره وسلندر. زي ما هنعمل دلوقتي مثلا ممكن نعمل ورده ونعمل قلب، هتلاقي ان كل الاشكال اللي هنستخدمها فيهم كوره وسلندر. يعني التماثيل دي كلها، لا ولا يهمك، كل الاشكال دي كلها معموله من كوره وسلندر. من كوره وسلندر. الكوره والعمود، هو ده الاساس. ده الاساس للاشكال دي كلها. فما تيجي نعمل عملي، ايه رايك؟ اولا انا بس عايز اعرف الاول المودلز اللي انت جايبها معاك النهارده عموما قبل ما نبتدي نلعب ونعمل حاجات. اكيد يعني انا عن نفسي بعمل حاجات شنيعه يعني، بس انا بتكلم بشكل عام. دي ايه؟ دي عباره عن ايه؟ احنا الكاميرا شايفاها كويس مظبوط؟ يعني انا شايف الموضوع تريكي شويه. يعني انا شايف الجيش ومصر ايد واحده، وبعدين في الشرطه عامله كده. ايه الموضوع؟ ايه اللي بيحصل في جميل. انت اللي عامل دي اولا من الف للياء؟ ده من الف للياء. حقيقي اكيد. وده صلصال يا جماعه مش خزف، ده بلاستيسين عادي. بلاستيسين عادي خالص. هو الوان ايه؟ ميه ولا الوان إيه؟ هو اصلا الوان، يعني هو قطعه في بني وفي بينك وفي اخضر وفي كل الوان. التفاصيل دي يعني العين يعني التفاصيل دي بتعملها ازاي؟ بقلم؟ التيكتشر نحت بقى، عارف، بعد عناء طويل وبعد خبره كبيره جدا في الشغل. فانا بشتغل من وانا صغير قوي، عن 3 سنين، فيعني بحاول ان انا اطور نفسي في شغلي واحده واحده. وخصوصا ان انا كمان لما شاركت في قصص الانبياء عملنا حاجات كده بالبليدو وفارس القمر الخامس، فعشان كده ده بالنسبه لي اداني خبره كويسه ان انا اعمل اطور نفسي. فخراني اللي هو لا، ده قصص الانبياء بتاع صلصال. اوكي. وفارس القمر الخامس. اوكي. ده كان مسلسل ولا كان؟ ده كان مسلسل بصلصال بيطلع في التلفزيون، كان الناس بتحب تتفرج عليه. فده ساعدني ان انا كمان احرك الصلصال. فبقى ضاف لي حاجه جديده، ان حاجه اسمها كراكاز، بتعمل له سلك. يعني ده جواه في اساس زي مبنى معمول له حديد جوه، بحيث ان هو يبقى واقف. يعني انت بص، يعني صعب انك تحركه بالظبط، مع ان ده صلصال. وثابت على خشب. يعني بص، يعني لو خدت بالك هتلاقيه ان هو ثابت على خشب تمثال. تمثال كامل. يعني دي كانت جديده بالنسبه لمجال الصلصال. على طول ما يحصلش اي حاجه. محطوط عليها غير ابيض شفاف، فمتماسكه كويس جدا. طيب احكي لنا بقى معناها ايه؟ ده معناها ايه؟ اولا حابب بس ان الناس تبقى شايفه، مش عارف اذا كان كده. انا كده قسمته نصين، في وش بيضحك والنص التاني في وش متجهم شويه. تمام. هو عباره عن القصه كلها ان مصر كانت مصابه في ايام الثوره، وبعدين الجيش كان بياخد بايدها، فانا عملت ورود وحاجات جميله تحت.
في نفس الوقت اللي كان يعني حصل ان الشرطه في بدايه الفتره دي كانت يعني مقويه نفسها قوي، سلاح من كل حته، وفي نفس الوقت كان في طوب وكان في رصاص مطاط. طبعا ده ساعتها طبعا الموضوع اتغير كتير، بس انا كنت بحكي فتره زمنيه معينه، يعني بأرخه بشكل تمثال. انت عارف احنا يعني الفنان نفسه ما يقدرش ان هو طبعا يكتب، بيعبر عن نفسه. بيعبر في فتره وجيزه صغيره، فلازم الاحداث بتتغير، بس ده ما طب ومين يغيرش. دول بقى؟ دول جنود الثوره ولا مين انا دول؟ بعمل ماكيت كبير عشان بحضر لمعرض قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ماكيت عن حرب رومانيه. فجبت اخشاب بحيث ان انا اعمل كاسل كده صغيره. يعني بص انا عاجبني قوي التفاصيل برضو، يعني عاجبني ان السيف عليه دم. عايز اقول لك ان هو اصلا في يعني بريطانيين قدامهم بيحاربوهم وراسه بتتقطع وحاجات كده، يعني ماكيت كامل، ماكيت كامل متر ونص في متر، في جبل بقى وحاجات وهم حرب الايه بقى؟ ده كان ساعتها بأرخ الجزء بتاع الحرب الرومانيه على بريطانيا لما راحت تحتلهم هناك. فعجبتني الفتره دي فكره ان الرومان كانوا بيلبسوا اصلا، يعني لو خدت بالك دايما في افلامهم على فكره، وهم لما بياخدوا عن طريق يعني اللبس اللي موجود في الافلام ده بيتاخد عن طريق ان هم درسوا اللبس اللي كان موجود في الفتره الزمنيه دي. طبعا. فشوف لبسهم كانوا دقيق ازاي، كان ديتيلز طبعا، كان حاجه جميله جدا يعني. طيب النهارده بقى عايزين نرجع تاني للاساس. النهارده لو حد يعني عايز كده يفرغ طاقته، بدل ما يجيب الكورال ستريس بول دي يجيب بلاستيسين، يعمل ايه؟ تمام. بص اي شكل ممكن يتعمل زي ما قلت لك، يتعمل بالكره والسلندر. تمام. الكوره والسلندر. خلينا مثلا نجرب بس عشان المشاهدين يبقوا شايفين معانا اللي بيحصل. نبدا بقى. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ورده الاول. الدنيا كده. اوكي ماشي. احنا هنعمل ورده. ثانيه واحده بقى عشان ايه؟ لا ثانيه واحده عشان الروماني وقع. ايوه خلاص ادي كده عندنا ايه؟ ساحه الابتكار. ساحه البليدو. ساحه البليدو. اولا دي الست بتاعتك او دي العده. دي ادوات. دي ادواتك. انا اعرف ان احنا على ايامنا كان البلاستيسين وخرايطك والبلاستيسين وخلصنا على كده، ما كانش فيه الحاجات دي كلها. ايه بقى الاختراعات دي؟ انا على ايامي كان اللي هو السوسبيكس، عارفها اللي هي بتاعت السنان دي، ولا كنت حتى بشتغل بيها. احنا كنا بايدينا على طول، ما هو دي كنت بضيفها زياده. ايه بقى الموضوع؟ دي ادوات كانت جايه من تركيا، فكانت مخصوص كده. بس دي موجوده في مصر ولا لا؟ لا. طب دي ادوات متخصصه ليك انت عشان تعمل بقى التفاصيل والحاجات طيب خلينا احنا نتكلم كده كاننا ما عندناش الحاجات دي. لا مش هنشتغل بيها خلاص. مش هنشتغل بيها، نحطها على جنب. ماشي ويلا بقى اعمل تمام. هنعمل كوره. اوكي كوره. تمام. لا ما تتعامل معايا. انا هساعدك طبعا يعني. انا هنعمل 5 كور حمراء وانت تعمل كوره خضراء. طب هي طلعت معايا مش كوره بس تمام يعني. ليه بقى؟ لانك هي حلاوتها في انك تبقى ريلاكس كده وانت تعمل حاجه. أوكي. لازم تبقى عارف كده يعني. اوكي طيب ماشي. هنعمل ال5 كور بتوعنا. اوكي ادي كده واحد. هي تقريبا كوره ولا هي لا كده كويسه قوي كويسه قوي. اوكي انا عايزك بقى تعمل لنا سلندر، عمود. ده اللي زي ما كنت بعمل من شويه. ابطط على قد ما اقدر. لا مش هنبطط، هو هيتفرد بس. حلو قوي كده. برافو. جميل. طب ايه ده؟ بص هنبدا بقى ان احنا نفرد الكور الحمراء اللي معانا. اوكي ادي كده عمود. جميل قوي. افرد بقى معايا الكور الحمراء. الحمراء اوكي تمام كده. استنى احنا بس دلوقتي هنقعد نعمل في كور وفي سلندرز عشان نعمل الورده. عشان نعمل ورده. عشان بقى كده يا جماعه الفالنتاين بقى قرب وكده. ايوه اللي حابب يدي حد هديه يعني الحمد لله وصلنا للفالنتاين ان شاء الله في ظل هذه الظروف العصيبه اللي تمر بها البلاد. تمام. انا كده بطلت لك اهي. جميل. انا حطيت الكوره الخضراء فوق السلندر الاخضر اللي احنا عملناه او اللي انت عملته. اوكي ايوه. وهبدا ان انا احط الاحمر ده حواليه. اوكي بالشكل ده. تمام. دي حاجه ببلاش كده. والله. يروح يشتري ورده ويتعب نفسه وبتاع وتقول له لا ما جبتهاليش مش عارف لون تاني محل مش عارف ايه ولون تاني وكده. بلاستيسين بتقع معاها العمر كله. شفت بقى. انا عايز اقول لك ان انا اصلا في فتره من الفترات كنت هتوقف عن الصلصال تماما. ليه؟ لان انت عارف التشجيع في مصر كان ضعيف جدا. لغايه لما حصل ان الدكتور طاهر عبد العظيم دكتور في فنون جميله استاذنك بقى في واحده من دول اللي انت طلعتها بره. اي واحده دي. ايوه دي. الروماني وقع. لا ولا الروماني بيقع قوي جدا هو، مش تقلقش عليه. ماشي. هنحط بس اخرام من جوه كده. حصل ان الدكتور طاهر عبد العظيم دكتور في فنون جميله عمل معرض وانا شاركت فيه بالصلصال. وحصل في المعرض ده ان طلع فيه جه فيه الدكتور علي جمعه مفتي الدياسريه. فده بالنسبه لي حمسني جدا، فده خلاني مبسوط قوي منه.
بالي كان شيء جميل اكمل لان في حد بس السؤال انا قلت مش يا فندم ربنا يخليك يعني لسه المشاهدين يوم الجمعه الصبح كده دعوه للسلام. طب سؤال، هل انت يعني زي ما انت بتقول انت كنت هتبطل دوت، ومش بس كده، فكره ان دي بالنسبه لناس كتيره جدا او لاطفال كتيره جدا حتى الاهالي بيشوفوا ان مع اطفالهم دي حاجه لطيفه بنتسلى وخلاص، لكن انت بتقول ان دي لها علاقه بحاجات كتيره جدا وليها علاقه بان انت بتضيع الستريس او بتهدى وبتعمل اكسيشن للبني ادم وفي نفس الوقت هي حاجه فنيه. انت بتعمل كورسات في اماكن كبيره وفي شركات ومع شباب، بتلاقي تجاوب هقول لك الموضوع ولا ببساطه في قوي. مثلا مثلا حد بيستاهل خليني بالك بصراحه تقول لك احنا جايين نعمل ايه وايه شغل العيال ده اكيد ويستهزئوا، طب بتعمل أكيد. ايه؟ بص، هو الموضوع بيبدا الاول ان مثلا لو في حد كبير بيبقى دايما بيصطحب معاه ابنه الصغير، فدايما بتكتشف ان الاب يعني منبهر باللي بيحصل، اكتر من ابنه الصغير. وفي نفس الوقت هو متعالي شويه، فيقول لك لا 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 ده صلصال بقى وكده. فحصل في مره ان كان في بنعمل كورس، فكان في مشكله كبيره جدا عند شخص، قلت له طب تعالى نساعدنا نحلها يعني بشكل بسيط. ف قال لي ان المشكله ان هو عندهم عملاء كتير فمش عارفين يحلوا المشكله ازاي في التفاصيل اللي فيهم. اوكي. فقلت له طب اختار شكل صعب في الحياه ونحاول نعمله بالصلصال، ويبقى زي المشكله الكبيره اللي عندك يبقى نحل المشكله بالصلصال كبير. فاختار العماره، قال لي العماره ازاي تتعمل بالصلصال. فقعدت افكر في الموضوع، قعدت احلل لغايه لما وصلت لاصغر الاشياء فيها. العماره بتتبني من ايه؟ حديد اللي هو سلندر اللي انت عملته. ايوه انا هعمل ولا اصل قررت دلوقتي انا غيرت بصراحه، المفروض فكرت اعمل انا كمان وردتي اشمعنى يعني. الاحمر اهو. تمام. وفي نفس الوقت بتتعمل من قوالب طوب. والقوالب الطوب معموله من 6 أو 8 فتحات دواير. فاكتشفت انها بتتعمل من كورب سلندر. فانت حللت المشكله الكبيره للاجزاء الصغيره بتاعتها فاتحلت. لكن لو خدت المشكله ترجع لاصل الاشياء. فانا بدل ما انا قلت العماره بتتعمل ازاي، لا قلت هي بتبدا ازاي. بتبدا من الكوره والسلندر، فبدات ابنيها فبقى الموضوع سهل. طيب احنا معانا مجموعه من الصور محمود كان جايبها معايا عايز يفرجها لنا، فبس احنا المشكله بقى احنا هنشوفها ازاي، هنعرف ازاي الصور اللي احنا شايفينها دي المونيتور جوه باين ولا لا؟ اهو المونيتور. طيب احكي لنا بقى حكايه كل صوره. ده تمثال للشعراوي. كنت مديه اهداء لاحد القنوات يعني. كان بمناسبه ان هم بيعملوا برنامج عن الشيخ الشعراوي الله يرحمه. حلوه قوي بجد، يعني ما حدش ممكن يتخيل في لحظه ان ده صلصال، انت كنت كل ده تفتكر ده تمثال معمول ايه بقى اللي بيحصل؟ ده بانر محطوط عليه افيال. ده كان عامل فيل، كان في معرض دكتور طاهر اللي حضر فيه مفتي. اوكي. بيحكي عن الفتره اللي حصل فيها عامل فيل. كل ده شغلك انت لوحدك؟ لا دكتور طاهر هو اللي ملون الخلفيه، انا عامل المجسمات الصلصال. ده كنت موجود بمثل جامعة القاهرة في جامعة المنوفية. فكنت عملت التمثال ده هناك، وكان عمل حاجة شغل جميل قوي هناك. وده بلياتشو ناس بتحبه قوي عشان كده حبيت اظهره النهارده معانا. ده تمثال لواحد زميلي اسمه يوسف. فعلا. فهو شكله كده. هايل يعني ممكن حد ممكن يعني انت مثلا ممكن بعد كده يعني لو حد مثلا عايز يعمل زي ما قلنا حاجه بيرسونال هديه لحد ويعمل له شكله بصلصال ممكن تعمل. انا بعد في مثلا ده جوني ديب ولا مش شرط ممكن بالصوره؟ بالصور بس بحتاج صور 3 دي يعني من جميع الجهات او فيديو او كده احسن. اوكي. ده جوني ديب نفسه يعني. انت عايز كام كوره؟ 5؟ عايزين 5. اوكي ادي واحده. دي صوره اللي بقول لك عليها بتاعت المفتي ديار المصريه. ايوه ده في المعرض. على شمالي دكتور طاهر عبد العظيم. اوكي. ودكتور محسن شعلان. ده نجيب سويرس بس من بعيد جدا. هو ماسك ده مصطفى بكري. اوكي. ولازم دايما في اكشن. انجلينا جولي. ما هو لازم يبقى في اكشن، ده بالنسبه لنا في التحريك صعب قوي. دي انجلينا جولي. في اهتمام على مستوى العالم بموضوع الصلصال. بص هقول لك، هي لغايه دلوقتي في مصر ما فيش مفهوم الصلصال موجود. يعني لغايه دلوقتي انا لما عملت التماثيل الكبيره دي كله استغرب ان ازاي انت عملت لها قاعده خشبيه وازاي عملت لها طبعا يعني شكل كامل كده. اصلا لغايه دلوقتي ما حدش مقتنع ان في الصلصال فن. انت مهتم قوي بالورده. لا بص لا ده موضوع يعني لا ده اهو لا بص هعملها بقى احلى والله. بس فبالنسبه لنا كان شيء صعب جدا، بس هي دايما المشكله في ان يعني بتيجي عروض كتير ليا ان انا اطلع بره واشتغل واعمل المجال ده بره، بالذات عارف ان هو ده مهتمين بيه بره اللي هو فين يعني ايه اكتر مثلا؟ يعني فرنسا، المانيا، امريكا. انا اتعاونت كتير قوي مع مركز الثقافي الفرنسي عشان كده، بس دايما
بفكر لا مصر نبدا فيها كويس، لان مصر فيها مكان كويس ان احنا ممكن نكمل فيها. بس هي المشكله دايما كلها انك كل ما بتاخد خطوه تكتشف ان الموضوع صعب. بمعنى ايه صعب؟ بمعنى ان مثلا تحب انك توجد قاعات انك تعمل فيها عرض وكده، تكتشف ان القاعات يعني غير مؤهله انك تعمل فيها العروض بتاعتك. طب والساقيه والحاجات اللي هي زي الساقيه ما تديكش تشجيع؟ هل ما فيش مثلا هل انت الوحيد اللي بتعمل كده ولا في ناس تانية ما فيش حد على مستوى العالم بيعمل تماثيل بالصلصال بالشكل اللي بعمله ده. اوكي. الموضوع صعب جدا يعني، هو اصلا فعلا. غير ان هو مكلف على مستوى العالم. على مستوى العالم ما فيش حد بيعمل البريدو ده بالتماثيل دي. اوكي. انت جواه كركاز وجواه تصميمات حاجات قويه جدا. طب انت دي حاجه على فكره هايله، يعني دي حاجه هايله ان انت فعلا يعني لو انت فعلا من اوائل الناس بيعملوا كده في الدنيا. ما فيش حاجه حد يعني انا راسلت كل النحاتين الموجودين على مستوى العالم تقريبا، وواحد في امريكا اسمه ادم برضو ما فيش حد بيعمل الشغل اللي انا بعمله ده، بالذات ان هو وشوش، فده بالنسبه لهم شيء جديد. قربت تلزقها. ايوه. لا بس وفي حاجه بقى، استنى عشان انا ايه خلاص عشان احنا لازم نقفل اليوم، بس انا لازم اخلص الورده فمعلش عشان بس اثبت لنفسي وللجماهير ان انت بتعرف تعمل ورده. ايوه بالظبط كده. المخرج بيقول لي حلو قوي يا شريف بقى اقفل يا ريت. خلاص اهو يعني مش مشكله خلاص، خد وردتي وردته بقى ايه وده انجازي لعام 2013. فعلا هو كان بريك، بس ما كانش بريك قوي، هو كان في نفس الوقت بنشيد بموهبه مهمه وشابه، ونفخر ان في حاجه زي كده بتحصل ببساطتها ومعموله من صلصال في الاخر. بنحييك وعايزين نشوفك انت بتنمو بالقصه ديت وما تحبطش، لان الافكار الهايله والافكار الكبيره في العالم بتيجي من فكره بسيطه ومن اصرار، ودي اهم حاجه. احنا بنحييك. محمود رضوان، انت ممكن نوصلك على فيسبوك، عندك مثلا محمود رضوان، او في سكالبتور محمود رضوان على الفيسبوك، في بيج اسمها محمود رضوان على الفيسبوك. اوكي. الناس ممكن تتواصل بالعربي محمود رضوان، محمود بالانجلش MAH MAHMOUD بعدين سبيس رضوان RADWAN. هايل. طيب اوكي مشاهدينا، انا هعمل الورده. انا هعمل الورده. انا مش همشي لما نعمل الورده. مش همشي لما نعمل انا قاعد معاك الورده. هنهزر. والروماني اللي بيقع كل شويه برضه. ايوه الروماني قرر هو يقع، بس يا رب الناس تانية ما توقعش النهارده. مشاهدينا بشكركم، وان شاء الله يوم جديد، ويا رب يكون يوم سعيد، يا رب نتمنى ان شاء الله الخير لمصر. سلام.